أسوأ لحظات حياتي في كرة القدم وحياتي عموما نهائي قرن الأهلي والزمالك، نهائي دوري أبطال أفريقيا 27/11/2020. تفاصيل وكلام وحاجات وأسرار لأول مرة هتعرفوها من مشجع زملكاوي متعصب بقاله 25 سنة مؤبد. تعالوا نسمع القصة والحكاية، هتعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ورأيك مهم جدا، وما تنساش تعمل لايك مهم للفيديو. نهائي القرن الأهلي والزمالك حقيقة كانت مباراة مهمة جدا وعصيبة جدا، ولو الماتش كان خرج 1-0 بهدف عمرو السولية في الدقيقة 4 أنا راضي تماما على هذا السيناريو. أنا راضي. عارف، هو سيناريو ما فيهوش حاجة، سهل لذيذ، كل الناس هتتقبله، حتى الزملكاويه اللي هم مغلوبين وما خدوش البطوله من 2002. انا راضي تماما تماما تماما، ولكن حدث عكس ذلك، فاحرز شيكابالا هدفه الممتع في الدقيقه 30، ولكن كان لأفشى رأي آخر في الدقيقة، عايز أنساها، مهم جدا أنساها. في الدقيقة 85 أحرز أفشة هدفه الأهم في حياته أمام نادي الزمالك. فلما تيجي تبص على السيناريو كده، أنا راضي يا باشا تماما 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 تماما، ومتكيف بال1-0، والدقيقة 90 الحكم يصفر الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك. أنا راضي، ولكن في أسباب ممكن تكون أدت إلى هذا الحدث الكبير. أولا، نهائي القرن أو سوبر القرن ما بين الأهلي والزمالك بتاع نصر ميسي ده مش زي ده خالص. كان في فرحة زملكاوية كبيرة، ولكن ده مش زي ده. دوري أبطال أفريقيا، البطولة المستعصية على نادي الزمالك بقالها 22 سنة، كانت هتفرق جدا 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 لهذا الجيل اللي انتهى بالمناسبة. هو انتهى بالمناسبة. يعني ابو جبل مشي، فرجاني مشي، بن شرقي مشي، مصطفى محمد مشي، وغيره كاسونجو بقى ونجمه، وعد بقى زي ما انت عايز، واللي اعتزل وحازم امام اعتزل وعبد الغني الحمد لله مشي، خلصنا منه، وقول زي ما انت عايز. ولكن واحدة من الحاجات اللي كانت مرعبه قبل الماتش، الحق ده في مسحه كورونا، ده في لعيبه من الاهلي وفي لعيبه من الزمالك، والحق وكورونا، وفي لعيبه مش هتلعب، وفي لعيبه جالها كورونا، وحاجات غريبه جدا 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 جدا. الزمالك كان كامل متكامل قبل مسحه كورونا. احنا كاملين يا باشا ونازلين. خط دفاع يمين يا باشا، حازم امام وعبد الشافي تقريبا كانوا مصابين، فانت بتلعب بعبد الله جمعه اللي كان مقدم مواسم كبيره جدا 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 قبل الماتش، وعندك الونش، وعندك محمود علاء واحمد عيد عامل ماتش امام الرجاء جامد جدا جدا جدا، فانت عندك حازم امام تقريبا كان ممكن يرجع، وعندك مين تاني، وعندك عبد الشافي تقريبا كان ما كانش موجود بس كان مصاب، ولكن انت خط دفاعك اتكحول في ماتش الاهلي امام الرجاء 3-1. كان خط الدفاع الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعه واحمد عيد، والدنيا تمام والدنيا فل وصعدنا والدنيا لذيذه. امام الاهلي في نهائي القرن خط الدفاع محمد عبد الغني، محمود علاء، احمد عيد، اسلام جابر. طبعا واحد يقول لي هي دي حجج، دي مش حجج، بس انت خط دفاعك المكون من الونش عبد الله جمعه مش موجود، عبد الشافي مش موجود، حازم امام مش موجود. كل دول اسماء كانت هتفرق مع الزمالك كتير جدا جدا جدا. عندك يوسف اوباما كان من اللعيبه المهمه في الوقت ده، اوباما كان من اللعيبه المهمه جدا 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 في نادي الزمالك، وده
يعني لو اوباما كان موجود في لقطه بن شرقي كان ممكن يضغط على قفشه، يزق قفشه، يعمل اي حاجه لقفشه، ولكن ده ما حصلش للاسف. فمسحه الكورونا اعطت الاهلي دفعه معنويه، او اعطت الاهلي هدفا قبل اللقاء بانهيار كامل لخط دفاع نادي الزمالك. الونش كان في افضل مستوياته تقريبا. المسحه عند الاهلي كانت الزمالك كان عبد الله جمعه، عبد الله جمعه، اوباما، الونش. الاهلي كان صالح جمعه ما بيلعبش، ديانج ما بيلعبش، وليد سليمان ما بيلعبش. دول الثلاثه اللي من الاهلي. فلما تيجي تبص كده المسحه مسحت بينا كل حاجه. ودايما الزمالك قبل كل اي حاجه بيبقى في حاجه بتبوظ، بتعكر الدنيا. ولكن واحده من الحاجات المهمه جدا 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 اللي انا بتشائم بيها لما الاهلي بيسجل في مرمى الزمالك اولا. وتخيل بتلعب نهائي القرن، نهائي دوري ابطال افريقيا امام الاهلي، ويخش فيك هدف في دقيقه 4. يخش فيك هدف في دقيقه 4، وهدف ايه؟ هدف من ركنيه، وعمرو السوليه طالع لوحده خالص خالص خالص، والدنيا لذيذه وسهله، والدقيقه 4 على الهدف الاول الاهلي. وشيكابالا تعادل بهدف ممتع. ولكن كان لقفشه راي اخر. احب اقول حاجه مهمه جدا 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 جدا. انا مشجع زملكاوي، كنت متوقع ان الزمالك هيخسر. يعني ما كنتش شايف الفرحه قدامي، ما كنتش حاسس ان الزمالك هيكسب. لان لما بتخش في تعادل امام الاهلي ومع الاهلي، الاهلي افضل في الحته دي. الاهلي مجرب وشارب بلس 90 والدقائق الاخيره. الزمالك لو عملها مره الاهلي بيعملها 100 مره. فان انت يجي فيك هدف في الدقائق الاخيره دي انا متعود عليها مع الاهلي ومع عماد متعب، هو ملك الحته دي. بس عايز اخرج من الماتش ثواني واقول لكم على حاجه مهمه. انا كزملكاوي ما قصرتش، انا كنت بتفرج في كافيه في مكان معين. الكافيه ده اتفرجت فيه على ماتشين الرجاء في كرسي واحد، تمام، لابس نفس اللبس، لدرجة ان انا في نهاية القرن لبست نفس الطقم في نفس الكافيه، وشربت نفس المشروب، وكان معايا نفس صاحبي الزملكاوي. اللي هو انا ما قصرتش في اي حاجة. ولكن يعني قفشه كان له رأي آخر. ولكن نتكلم من النقاط المهمة جدا جدا جدا، وهي عارضة زيزو وعارضة حسين شحات. ولكن الناس كلها كانت بتتكلم على عارضة زيزو، ولكن عارضة حسين الشحات هي اللي كانت الأول وكانت الأهم وكانت الأخطر. ومحمود علاء كان هيدخل الكرة في نفسه. محمود علاء في عارضة حسين الشحات هي الأول، ولكن عارضة زيزو جت بعديها. وأعتقد إن عارضة زيزو يعني كان هيبقى هدف عالمي. لو كان الماتش ده خلص كده كان لزيزو ده تقريبا كنا عملنا لزيزو تمثال. وكان زمانه بدل ما بيطلب 60 70 مليون كان هيطلب 100، وانا جايب لكم بعد نهاية القرن. ولكن دول الفرص اللي كانت خطيرة. فرصة مصطفى محمد كانت قبليهم في الدقيقة 49 تقريبا، فرصة سهلة جدا. مصطفى محمد كرة سهلة عليه جدا. جاب في الأهلي هدف قبل كده اللي هو خدها على الطاير، وجاب في الرجاء. فمصطفى محمد كان متألق وكان فايق. ولكن الفرصة دي كانت هتفرق. كلها كانت وكانت 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 وكانت. ولكن واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وهي بن شرقي وعدم ضغطه على محمد مجدي قفشه. ومحمود علاء لما عمل الكرة كده وحطها في قلب الملعب، وقفشه داخل متجهز تماما. طارق حامد كان ممكن يضغط عليه، بن شرقي كان ممكن يضغط عليه، كان ممكن يزقه، كان ممكن يعمل اي حاجة. اي حد يحط رجله، الكرة عمرها ما كانت هتيجي في الجون بالشكل ده، بالشكل المرعب ده. في الدقيقة 85 لحظة لن ينساها جماهير الزمالك على مر العصور. اعتقد ان الجيل بتاعي او الناس اللي حضرت الماتش اتأثرت جدا جدا. اعتقد ان احنا عشنا في سواد. قعدنا فترة كبيرة حاسين بسواد، رغم ان الزمالك اخد بطولات بعديها. ولكن المنظر والفرحة والمشهد
كان صعب جدا جدا جدا. انا كنت اتمنى الماتش يخلص بهدف عمرو السولية والدنيا وخلاص وعادي، هو والسولية جاب جون وده بالركنية، بس الموضوع اتبروز واتهيأ واتشعلل وبقى شكله حلو جدا 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 بعد هدف قفشه. ونقول حاجه مهمه جدا 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 جدا، ان علي معلول هو صاحب اسيست السولية، وعلي معلول هو صاحب اسيست محمد عبد المنعم في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد تقريبا. هو صاحب هدف اسيست رامي ربيعة في نهائي افريقيا امام الترجي الموسم اللي فات. اعتقد ان علي معلول ما خدش حقه في اللقطة دي برضو، لان علي معلول عمل اسيست السولية، هدف في دقيقة 4 بسم الله الرحمن الرحيم، جون 1-0. اعتقد ان هذا النهائي عشان الزملكاوية ينسوه، او نحط عليه كريم، نحط عليه كريم، نحط عليه فازلين، اي حاجه للحرقان. الزملكاويه اللي انا منهم متعصب جدا جدا للزمالك، لازم يمر نهائي او يجي نهائي ما بين الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا، والزمالك ياخده بهذا الشكل. مش شرط هدف في الدقائق الأخيرة ولا هدف في أي حاجة، بس الزمالك ياخد دوري أبطال أفريقيا من الأهلي السنوات القادمة، وده صعب جدا جدا في ظل الحالة اللي فيها نادي الزمالك، ولكن مش مستحيل مع التعب والجهد والاجتهاد وإن أنت تشتغل كويس. إن شاء الله بإذن الله ممكن تحصل، بإذن الله ممكن تحصل. أعتقد إن برضو احتفالات الأهلاوية كل جمعة دي لذيذة. وطبعا الأهلاوية دايما بيقولوا إن قفشة رحمهم من زيطة، بس هما نفسهم بيزيطوا نفس الزيطة كل سنة وكل جمعة وكل لحظة بيزيطوا على الموضوع. بس لو الزمالك كان خد البطولة كانوا يقولوا حرمان ومعرفش ايه، بس لما الأهلي خدها وبيحتفل وجمهوره بيحتفل بيها وشغالين عليها، وقناة الأهلي ومعرفش مين شغال على الموضوع كل جمعة وكل سنة وكل ذكرى، فده عادي جدا جدا. بس مع الزملكاوية بيبقى حرمان وكلام من هذا القبيل. واحدة برضو من النقاط الأخيرة اللي عايز أتكلم عليها، إن الزمالك لازم يكون ند قوي أمام الأهلي في أي مباراة. لازم تسعى، ولازم يبقى عندك سكواد قوي، ولازم تنزل تكسب الأهلي. مش أنا متعادل مش هلعب ضربات جزاء. الزمالك خلص بطولات كتير جدا أمام الأهلي بضربات الجزاء، ولكن خسر بطولات بضربات الجزاء، ولكن خسر بطولات في الدقائق الأخيرة. وده اللي اعتقد ان في ماتش 3-1 مثلا في الدوري ده اللي خلص 3-1 للزمالك، في ماتش بتاع الكاس بتاع زيزو وامام عاشور، في ماتش بتاع الكاس بتاع مصطفى فتحي بتاع مؤمن سليمان تقريبا. اعتقد ان الزمالك لازم يبقى هو المتحكم في مجريات الامور امام الاهلي، علشان ما ينفعش ابقى بفكر ان انا العب كل ماتش امام الاهلي بضربات الجزاء، عشان انا مش عارف اكسب الاهلي في الملعب. انا مش عارف اكسب الاهلي في الملعب. ولكن ذكرى نهائي القرن، ذكرى نهائي القرن من اللحظات السوداء في حياتي، او السيئة جدا جدا في حياتي. لو قلت لكم مثلا اصعب لحظاتي مع نادي الزمالك، كان اول ماتش وانا صغير جدا جدا، مباراة كأس مصر ما بين الاهلي والزمالك. كنت صغير، تقريبا كان أسامة حسني هو اللي نزل بوظ الدنيا وأحرز هدفين تقريبا. الزمالك كان هو اللي بيتقدم كل شوية في اللقاء، ولكن أسامة حسني وأبو تريكة أنهوا اللقاء. أصعب مباراة أعيشها مع الزمالك أول مباراة. تاني مباراة نهائي كأس مصر 2011 أمام إنبي، وجمهور الزمالك كله رايح الاستاد وبيحتفل بالبطولة، ولكن إنبي كسبنا في استاد القاهرة. تالت لقاء كان نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز 2016، وصن داونز أخذ مننا اللقب، ولكن كانت لحظة سيئة، لأن الزمالك من 2016 من 2002 ما صعدش نهائي، فده كان أول نهائي من 2002 ل 2016، فالزمالك خسروا رابع
نهائي هو نهائي القرن ما بين الأهلي والزمالك. لو قلنا أصعب لحظة هي لحظة نهائي القرن ما بين الأهلي والزمالك. ده كان حديثي عن ذكرى نهائي القرن. أتمنى يكون الكلام عجبكم. ما عنديش مشكلة في أي حاجة، مفيش أي حاجة تأثر على زملكاويتي أو تعصبي أو حبي للزمالك. اشتركوا في القناة مهم جدا جدا، واعملوا لايك مهم جدا جدا. وجهة نظرك في الكومنتات، كنت بتتفرج فين وبتعمل ايه واستعديت الماتش ازاي. عايز كل واحد كده، اي حد يشوف الفيديو لحد هذه اللحظة يقول لي رأيه وعمل ايه وكده. وما تنساش تعمل لايك مهم جدا جدا، وشير الفيديو مهم جدا جدا، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس مهم جدا جدا. سلام.